سائل يسأل عما يسمى بتوحيد الحاكمية، وهل له حظ من النظر والاعتبار في أقسام التوحيد؟ فنقول إن الله سبحانه وتعالى متوحد في ربوبيته، متوحد في أسمائه وصفاته، متوحد في ألوهيته. هذه هي أقسام التوحيد التي جرى عليها السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وتوحيد الحاكمية داخل في طاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، كما أنه أيضا يدخل في ربوبية الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، بمعنى أن القضاء هو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويدخل في ذلك القضاء الكوني ويدخل في ذلك القضاء الشرعي كما حرره جماعة من المفسرين كالعلامة الشنقيطي وغيره. ودخوله في توحيد الإلهية واضح، أن الله عز وجل تعبدنا بالقرآن وتعبدنا بالسنة، فلا عبادة بغير هذين المصدرين، فاتباعهما هو تحقيق لتوحيد الألوهية. فمن ثم وضع توحيد الحاكمية قسيما لأقسام التوحيد المعروفة الثلاثة هو من الأمور التي أدخلها بعض من انحرف في مسائل التكفير في هذا العصر كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، وهو ليس بشيء، إذ أقسام التوحيد الثلاثة كافية. وأما إفراد الله عز وجل بالحكم وإفراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم